في هذا الحي الشعبي بمدينة ودمليز ترعرع المتهم الرئيسي في قضية اغتيال السياسي شكري بالعيد، وفي هذا المنزل المتواضع نشأ، وداخل أسوار هذا المعهد الثانوي زاول دراسته قبل الالتحاق بأسوار الجامعة. مشى لامريكا وظهر بعد 11 سبتمبر رجع على وادمليز، مي قابلته دون سارتان مومون معناتها عادي، انسان عادي، ما حطش عليه حتى تطرف فكري ولا حاجه، حتى سلام ما يعملش لحيه ولا حاجه. انقطعت العلاقه بوادمليز من اصله، يعني بوي ووالدي انقطعت العلاقه، يعني عندها براسك تلقى 6 سنين 7 سنين. الكشف عن تورط كمال القذقاذي في اغتيال السياسي شكري بالعيد مثل صدمة كبيرة لكل من عرفه من بعيد أو من قريب، بالنظر إلى ما عرف به المتهم بين أقرانه وأهالي الجهة من صفات جعلته فوق كل الشبهات. فيك تشوفه دافي، معناها ما عندوش الحكايه هذه نتاع قتل ولا كذا، ما يظهرش عليه بالكل. هو بوي ونعرفه انسان قليل، معناها يبيع في شويه حلبه من هنا، ما عندي ما نقول فيه، احنا بدها تصدمنا به هو هذا الشاب هذا. أبناء مدينة ودمليز أكدوا أن الاتهام الموجه لهذا الشخص لا يجب أن يؤثر على صورة أبناء المنطقة.